حد جاي اقول له يقدر يلحق طب من دلوقتي، اقول له اه تلحق طب على فكره. بس انا عايز راجل. لو بنت عايزه ب 100 راجل، تشد حيلك وتشد حيلك من دلوقتي، من اللحظه اللي احنا فيها دلوقتي. تجيبي مناهجك تراكميه قدامك كده، تجيبوا كل كتب زي الشاطره وانت زي الشاطر، ومعاكوا ورقه جميله كده تعملوا فيها جدول. انا محتاج اخلص مثلا، عندي 12 فصل في الجيولوجيا، عندي مش عارف كام درس في النحو وفي العربي، عندي ايه في الانجليزي كام قاعده محتاجين يخلصوا. الكلام ده كله لازم يخلص في خلال شهرين مثلا، شهر 4 وشهر 5. تعمل نفسك جدول وتلتزم بيه التزام محترم، وهتوصل. هتوصل يا سيدي، يا بتاعتك دي بتاعت ربنا. ما عليك غير السعي، والسعي بجد عشان الوقت اللي فاضل بقى يدوب. بص يا حبيب قلبي، انا هراجع معاك 5 نقط دلوقتي، حاجات مهمه هتلاقيها شاغله بالك دلوقتي، هعرفك فيها ازاي انك تمشي بس الفتره الجايه، ومع الفتره الجايه انا هتابع معاك في كل ماده ازاي هتراجعها وازاي تحل عليها صح عشان تحقق اكبر نتيجه ممكنه فيها، وان شاء الله النهايه باذن الله. معانا ايه يا سيدي؟ السؤال بيقول انا مش لاحق الم الجديد اللي باخده ولا اجيب القديم اللي واقع مني وانا متراكم عليا اصلا دروس، فالمفروض اعمل ايه؟ بص يا حبيب قلبي، في حاجه زي كده انا هقول لك ان الجديد اللي بتاخده ما تهملوش. بص، اغلب المدرسين دلوقتي اصلا في الغالب خلصوا او بيخلصوا فاضل لهم درس او درسين، اللي واقع منك ان شاء الله هنلمه، بس الحاجات الاخيره دي لو ما لميتهاش دلوقتي هتبقى بعيده قوي على ما توصل لها تاني في المراجعه. فانا بنصحك دلوقتي ان انت تذاكر اللي المدرس بيدولك دلوقتي اللي هو النهايات، وهتخلصها في خلال اسبوع او اسبوعين بالكتير، هتكون خلصت المناهج كلها. بعد كده هتبدا تراجع، فالدفكتات اللي واقعه منك ان شاء الله هتتلم معاك في المراجعه. اما لو متراكم عليك حاجه فخصص كده يوم او يومين 2 بالكتير تلم فيهم كل اللي متراكم عليك في اي ماده من المواد، عشان تبقى انتهيت بقى من القصه دي وتجيب الحكايه من البدايه صح بقى. في ناس بتقول لي انا عايز اقعد في البيت اراجع مع نفسي ومش مهم السنتر خالص. والله وانت لو قد قرار زي ده وعارف ان انت شخص مسؤول وتعرف تعمل حاجه زي كده، انا بشجعك وخد الخطوه، مفيش مشكله. اما لو مش هتعرف تعمل كده، واغلبنا يا جماعه ما بيعرفش يلتزم لوحده، وانت كمان عايز مدرس يمشيك، عايز مدرس يقول لك تعمل ايه بالظبط، نصيحه راجع مع المدرس خرج دفعات قبلك كتير وعارف هيمشيهم ازاي، فعارف هو كمان هيمشيك ازاي عشان يوصلك باذن الله للي انت عايزه. اما لو انت محبذ الحوار ان انت تقعد في البيت، فيا عم توكل على الله، وبرضه تابع مع مدرسين الاونلاين، هم بيبقوا ممشيين الدنيا حلوه في المراجعات بتاعتهم. يعني اقعد في البيت بس في نفس الوقت ما تسيبش نفسك تضيع وتبقى قاعد نايم في ميه البطيخ والناس شغاله. السؤال يا سيدي التالت معانا، واللي بيقول انا الوقت مش بيكفيني اذاكر، الوقت قليل جدا والكم كبير جدا. انت بتصحى امتى؟ بتصحى من النوم امتى؟ بتبدا مذاكرتك امتى اصلا؟ طب وبتبدا مذاكره بسرعه اصلا، ولا انت بتقعد تضيع وقت هنا وتضيع وقت هنا وشويه على الموبايل وشويه قدام التلفزيون؟ طب ما احنا كده مش هنوصل لحاجه. يعني ايه؟ يعني يا باشا ظبط نومك، انا هنام الساعه كذا، قوم الساعه كذا، والساعه كذا ديت يفضل ان انت تقوم فجر، يعني انت تقوم في الفجر لان الوقت ده فيه بركه، فانت قوم بدري باذن الله، وتنام ان شاء الله بعد صلاه العشاء الساعه 10 بالليل، وتقوم الفجر وتلحق تلم المواد، فيكون معاك الوقت اللي يلمها. السؤال اللي بعده بيقول ايه؟ اعمل ايه علشان اجيب وقت اضافي؟ ما انا قلت لك اهو ابدا بدري. نيجي للناس اللي عماله تجلد في نفسها وتقول يا ريتني بدات من بدري والوقت اللي جاي مش هيكفيني وكده. مين يا عم اللي قال لك ان الوقت اللي جاي مش هيكفيك؟ هل انت بدات دلوقتي وحسيت خلاص ان المنهج وسع منك؟ انت عمال تعيط بس. انا عايز اقول لك ابدا من دلوقتي، وان شاء الله الوقت اللي جاي هيكفيك على فكره تجيب مجموع كويس جدا، وهيكفيك ان شاء الله بجد واجتهاد زياده ان انت توصل للطب والهندسه لو عايز. والله تعمل ايه؟ ابدا مذاكره وبطل جلد ذاتك، لان جلد ذاتك مش هيوصلك لحاجه. يعني انت مش هتوصل لحاجه وانت عمال تقول يا ريتني عملت ويا ريتني سويت ويا ترى ربنا هيساويني باللي بدا من بدري والكلام من ده. يا عم وانت مالك انت ودعوه بحسابات ربنا؟ انت ابدا واعمل اللي عليك والباقي على ربنا باذن الله، وكله على الله. انت ليك رزقك وهتاخده، ما تفكرش في اي حاجه تشوش عقلك. وما اقصد بتشويش عقلك ان في ناس منكم بتفكر دلوقتي تاجل والكلام من ده. بالله عليك دي فكره يعني خايبه، فكره خايبه يا اسطى، ومش هتجيب معاك نتيجه، وكله حرق جاز على الفاضي وانت عمال تهرب. قوم ذاكر، قوم ذاكر، قوم ابدا من دلوقتي. ابدا يا حبيبي، ابدا يا بابا. الله يمسيك بالخير يا عم دحيح. والى هنا انتهينا من شويه الاسئله دول. نيجي بقى للاسئله اللي بعد كده، دي هنفصصها في ان هو انا ازاي امشي في عربي او في انجليزي او فرنساوي او فيزياء وجيولوجيا واحياء وكيمياء. المواد دي كل ماده هقول لك تمشي فيها ازاي بالتفصيل، بالطرق اللي توصلك لاحسن نتيجه، يعني بالذكاء من الاخر، لاحسن نتيجه باقل جهد باذن الله. بس انت تسمع كلامي وتتوكل على الله وابدا مذاكره، وسيب التليفون اللي في ايدك وبطل ضياع وقتك. الله يبارك لك. سلام.